هل نسيت ماضيك؟ هل نسيت أيامك؟ والله يا جماعة الموقف اللي صار ولا أي شخص ممكن تصير معه. مش لاعب، شخص بالانتخابات يروح ينتخب رئيسه مين ما كان، ولا أي شخص بأي دولة إن كان طفل صغير ولا رجال كبير يروح ينتخب. يا جماعة هذا موقف اللي صار مع شتيجن مش موقف محرج، موقف مدمر. حواليه 200 مصور ببرشلونة، 200 مصور اسمه مش موجود. يا جماعة الموقف اللي صار مع شتيجن والله العظيم زعلني. في عالم طبعا عليه فيديوهات هتضحك انه لك كيف ضحكوا عليه. والله يا جماعة موقف محرج مدمر. لا مش اي لاعب، هاللاعب هيدا اسطورة، هيدا واحد من افضل حراس بالتاريخ ببرشلونة، ومرة بفترة كان افضل حارس بالعالم، افضل حارس بالعالم فترة. شو هالمنظر يا جماعة اللي استقبلوه فيه شتيجن؟ كيف مش حاطين اسمه؟ والله العظيم يا جماعة في صناع محتوى، مر عليه انتخب، والله انتخب. شتيجن ابن برشلونة منه مباع، بعده برشلونة معار. لكن تشافي زمان راح انتخب لعيبه قدما، راح انتخبوا. شتيجن لك يا زلمه، لك من موقف، لك كيف عم يطلع، لك كيف ملبك، ولك كيف عيونه، لا دمع يا زلمه. اقسم بالله موقف محرج، موقف. لك يا زلمه والله مطلع بهالمنظر، كيف قال مش حاطين اسمه؟ وهن كل لعيبه القدما والجداد لبرشلونه فيه يروحوا ينتخبوا. مصدوم راح لحتى ينتخب مين؟ ينتخب لابورتا، راح ينتخب لابورتا يلي كمان فضل جارسيا عليه. بالاخر بيتعرض لهالموقف المحرج المدمر. حوالين 200 كاميرا، 200 كاميرا عم تصوروا بهالموقف. بالنهايه ما حدا في ينكر بالمره انه هيدا الشخص واحد من اهم الاشخاص اللي مروا بتاريخ نادي برشلونه. نقطه اصلا.